حاجة الأمهات الحوامل بتقلق منها هي إن الولادة ما تبدأش في ميعادها، بس الحقيقة إن جسمك بيبدأ يشتغل ويجهز للولادة قبلها بأسابيع. قبل المخاض بوقت طويل عنق الرحم بيبدأ يطرى ويقصر والدورة الدموية فيه تبدأ تزيد. المرحلة دي بنسميها نضج عنق الرحم، وده ما بيتمش في كام ساعة ولا يوم، ده بيتم على مدار أيام طويلة قبل المخاض، وما ينفعش إننا نستعجل المرحلة دي. وفي نفس الوقت البيبي ما بيكونش قاعد يتفرج، هو كمان بيبدأ ينزل تدريجيا في الحوض ويلف ويظبط وضعيته، وبيتأثر جدا بحركتك وقعدتك وطريقة نومك. علشان كده وضعياتك وحركتك في آخر الحمل ممكن تفرق جدا في سهولة الولادة. وأكيد طبعا هرموناتك بيحصل لها تغيرات كبيرة جدا قبل الولادة. هرمونات الحمل بتبدأ تهدى وهرمونات الولادة بتبدأ تزيد، والرحم ساعتها بيكون جاهز للولادة. علشان كده لو حاسة في آخر شهور الحمل أو أيام الحمل بتقل في عضلات الحوض، بتوتر، بقلق أو تغير في مشاعرك، ده معناه إن جسمك شغال صح، جسمك عارف طريقه للولادة. لكن المشكلة ساعات بتكون إنك مش عارفة إزاي تشتغلي معاه مش ضده. علشان كده عملتلك كورس أمومة بلا قلق. الكورس بيفهمك إزاي تهيئي جسمك للولادة من غير استعجال، إيه الطبيعي وإيه اللي ممكن تقلقي منه، ازاي حركتك ونفسيتك وتغذيتك بتفرق جدا في يوم الولادة، وده كلام حقيقي جدا مش كلام نظري. لو عايزة تدخلي الولادة وانت فاهمة جسمك وواخدة قراراتك بثقة، اكتبي أمومة بلا قلق في التعليقات وأنا هبعتلك كل التفاصيل. وخليكي دايما فاكرة إن الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.